رصاصة واحدة قتلت 20 مليون إنسان. إزاي مقتل شخص واحد في سراييفو أشعل الحرب العالمية الأولى؟ في صيف 1914 الإمبراطوريات بتتخانق على النفوذ والمستعمرات. التحالفات السرية كانت زي شبكة عناكب، ألمانيا والنمسا من ناحية وإنجلترا وفرنسا وروسيا من ناحية تانية. التسلح الجنوني والبوارج الحربية والطيارات الأولى، كل دولة بتخزن السلاح وكأنها حرب النهاية. لكن الفتيل اللي ولع كل حاجة كان حدث بسيط. في 28 يونيو 1914 طالب صربي قتل ولي عهد النمسا في سراييفو. النمسا المجر زعلت واعلنت الحرب على صربيا. روسيا دخلت لحمايه الصرب، المانيا وقفت مع النمسا، وفرنسا مع روسيا. وزي الدومينو كل التحالفات اشتغلت. الحرب اللي كانت مفروض تخلص في شهرين استمرت 4 سنين. خنادق ممتدة لآلاف الكيلومترات، دبابات ومدافع رشاشة لأول مرة في التاريخ، 20 مليون إنسان مات، وأربع إمبراطوريات انهارت. خريطة أوروبا اترسمت من جديد. أما الغريب بقى إن الناس سموها الحرب اللي هتنهي كل الحروب، لكن ما كانوش عارفين إن اللي جاي أسوأ بكتير، وإن بذور الحرب العالمية التانية كانت بتتزرع فعلا.